ازيك؟ حابب اقولك ان ده اهم فيديو انت هتشوفه، لان لو ما تعرفش مكونات المكنه اللي انت شغال عليها يبقى عندك مشكله كبيره قوي. والنهارده جاي اقولك مكانتك بتشتغل ازاي ومكوناتها ايه. خلينا نمشي مع الميه بالترتيب. اول حاجه مصدر الميه، يا اما بيبقى ووتر تانك او توصيله مباشره. قبل ما الميه تدخل المكنه بتعدي على حاجه اسمها ووتر سوفتنر، وده بيشيل الاملاح والترسبات عشان يحافظ على طعم القهوه ويطول عمر المكنه. بعد كده الميه بتدخل على حاجه اسمها بامب، وده المسؤول عن توليد ضغط حوالي 9 بار. وبعدها تعدي على اداه اسمها تشيك فالف علشان يمنع رجوع الميه تاني. وبعده اداه اسمها فولوميتر، وده بيقيس كميه الميه اللي ماشيه. وفي بعض المكن بيبقى فيه او بي في اللي هو اوفر بريشر فالف، وده بيظبط الضغط الزايد ويحافظ على 9 بار ثابت. بعد كده تدخل على قلب المكنه البويلر، وده اللي بيسخن الميه لدرجه 90 ل 96. وجوه السيستم كمان بيبقى فيه بي اي دي كنترولر او ثرموستات علشان يتحكم في الحراره بدقه. وللاسف هنضطر نوقف لحد هنا بسبب حجم الفيديو، بس هنكمل في جزء تاني، وكمان هيكون في مفاجأة الفيديو الجاي. ولو وصلت لحد هنا اثبت وجودك بكلمة اروما، ما تنساش تشوف اللينك اللي في البايو. وبس كده، انا احمد ودي اروما. تابعني لو حابب تكون باريستا شاطر وتعرف اكتر عن القهوة ومجالاتها.